تشهد بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم الليغا هذا الموسم حضورا مغربيا غير مسبوق، يعكس المكانة المتنامية للاعبين المغاربة داخل الساحة الأوروبية. فقد التحق سفيان أمرابط بريال بيتيس على سبيل الإعارة من فنربخشة التركي في خطوة مفاجئة بعدما كان قريبا من إشبيليا، ينضم إلى مواطني عبد الصمد الزلزولي الذي ما زال يتعافى من إصابة قوية. أما عز الدين أناحي فقد اختار مغادرة مارسيليا الفرنسي نحو جيرونا الإسباني في صفقة بلغت 6 ملايين يورو، حيث يأمل في استعادة بريقه مع المنتخب الوطني. وبالإضافة إلى ذلك يواصل إلياس أخوماش مشواره مع فياريال بعد موسم صعب، بينما يسعى إبراهيم دياز لإثبات نفسه مع ريال مدريد رغم قلة الدقائق. أما مروان سانادي فقد خطف الأضواء رفقة أتلتيكو بيلباو بتسجيله هدفا مبكرا هذا الموسم ليعزز الآمال في بروزه كأحد المواهب الصاعدة. الميركاتو عرف أيضا انتقال يوسف الخديم من ريال مدريد كاستيا إلى ديبورتيفو ألافيس ب3 ملايين يورو، فيما وصل عمر الهلالي الدفاع عن قميص إسبانيولا رغم العروض المغرية. ولا ننسى إلياس شعيرة الذي بات من ركائز ريال أوفيدو وساهم في الصعود الموسم الماضي ويواصل تقديم مستويات ثابتة. من جانب آخر برز علي الهواري مع إلشي كلاعب أساسي، وسجل إسماعيل بخوشة تمريرة حاسمة رفقة خطافي، بينما لفت يونس العبدلاوي الأنظار مع سيلتا فيغو مباراة واحدة بعد أداء لافت في المباريات الودية. هذا الحضور المكثف للمغاربة في الليغا يضع الكرة الوطنية أمام فرصة ذهبية لتعزيز إشعاعها الأوروبي، ويؤكد أن مستقبل كرة القدم المغربية سيحمل قصص نجاح جديدة على خطى الجيل الذهبي.